سلام خياتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. الفيديو تاع اليوم هو تدبيرة أكتر من وصفة. إذا كي حيرة واش طيبي ولا راكي مزروبة هاد الفيديو ليك. جبت لكم اليوم جواز تاع بطاطا، بواحد المرقة تشهي مع سلطة هكذا مشوية تاع الفلفل ترافقوا، وحنديرها لكم أنا بالطريقة تاعي وسريعة سهلة. هاد الوصفة رائعة بامتياز. شوفوا الفيديو راهو قدامكم. نبداو بسم الله. طريقة التحضير حاجة الأولى رايحين نجيبو لا كوكوط مينوت تاعنا كيما قلنا رانا مزروبين، دوك نحطو لا كوكوط مينوت نشعلو لها. حطيت انايا هنا مغرفة تاع السمن وشوية زيت نباتي. حطيت دو كويس هكا ولا موارس تاع الدجاج اللي كانوا متوفرين. وعلى فكرة هاد الطبق تقدروا تحضروه يعني بدون يعني لحم ولا دجاج، يكون اقتصادي وتقدروا ديروا له حتى وحده جنبو ولا تبعوا الطريقة تاعي وتجيكم بنينة. والسر في هاد الجواز صدقوني انه حبيبه تاع البصل هكذا اللي عندي قطعتها هي وزوج سنينات توم، ما ترحيوهمش، جربوها بهذه الطريقه ورجعوا لي بالخبر. هاد التقليه تاع البصل والثوم في هذاك السمن مع هذاك الدجاج تعطي واحد البنه روعه للطبق هدايا هكذا. ونزيد عندي انايا حفنه تاع حميصه ضفتها، لي زيبيس درت هنايا فلفل كحل ولا التوابل، درت فلفل كحل، راس الحانوت، الملح، ودرت شويه تاع كركم راكو شفتوه في الفيديو، حيعطي لون شباب للوصفه. وزدت لها هنايا شويه زعتره كانت عندي جافه هكا فركتها بين يديا. وجيت نمرق هنا للتمراق يا البنات، درت انايا حوالي 2 كيسان تاع الماء هكا، الكاس عندي شويه كبير هكا. نشوب ماشي هذوك الكبار كامل هاكو تشوفوه قدامكم. مرقت 2 كيسان يجيكم سوا. والبطاطا انا استعملت هنا 2 حبات بطاطا، واحده كبيره وواحده متوسطه. هنا اذا استعملتوا نتوما 3 حبات متوسطين راح تكفيكم اربع افراد تاع العائله، وقطعتهم كيما راكم تشوفوا بهذا الحجم. وهنا عاودت وليت لاكوكو تاعي بعد ما لقيت هكا المرقه تغلي، جيت ضفت هذيك البطاطا. وتعرفوا لا كوكوت مينوت ما تسحقش بزاف يعني الماء، حطيه يعني في لافابور، دونك علاش قلت لكم ما تمرقوش بزاف. الدجاج هنا عندي راهم ديكونجلي، البطاطا ما تاخذش بزاف وقت الطياب، والدجاج ديجا راهو بدا يدخل له طياب يعني ماش حتاخذ وقت. وشوفوا الماء وين راهو لاحق يعني باش تشوفوا عندكم ميزانكم. ومع اللي طيب راح تجيكم سوا. جيت غلقت لا كوكوط تاعي هنايا وخليتها شوفوا حوالي 12 دقيقة حتى ل4 ساعة إذا كانت في نار هادية أطيب لكم. من جهة واحدة أخرى حكمت 4 حبات فلفل حلو وطرشي وحطيته أنا في الأير فراير هنايا بشوية زيت وحطيته يتشوى. وهاي ليك النتيجة ديالي كيفاش تشوى ما شاء الله. وإذا درتوا الفلفل تاعكم عفوا هنا شوفوا هاد المرق تاعي راه يطاب الجواز تاعي، جات واحد المرقه شابه وخضره. شوفوا قيس يعني، شوفوا ما نقصتش بزاف يعني، جات سوا قيس ما طاب الدجاج والبطاطا هذاك هو. وتزيدوا تخليوها تريح شويه، البطاطا حتزيد تشرب لكم تجيكم سوا. بالنسبه للفلفل قلت لكم اذا يعني ما كانش متوفر عندكم اير فراير ولا ما درتوش في الفرن، يعني اللي يحب يشوي الفلفل فوق الفرن ولا على الطابونه، كي تكونوا تحطوا لا كوكو تاعكم فوق النار، روحوا قباله حطوا الفلفل تاعكم ارتفاع ويتشوى قدامكم وراكم تقلبوا فيه، هذا ربحا للوقت. نصيحة واحدة أخرى بالنسبة للفلفل، الفلفل يتغسل في الأول قبل ما ينحط يتشوى، حاجة باينة كي تنقيوه هي البنات ما ديروش في الماء، لازم باش ما يسماطلكمش، راهو مغسول وكلش معناتها رايحين نقيوه تخليوه يريح شوية كيما نقولوا يعرق، هذيك القشرة حتتنحى وحدها. وما تمسوش يعني ما تروحوش تغسلوه ولا هكا كي تكونوا تنقيو فيه، سينو يسماطلكم كامل. هكذا جيت قطعت الفلفل تاعي. سلطة المشوية يعني غنية عن التعريف. قلت لكم الفيديو تاع اليوم راهو تدبيرة وفكرة أكثر من الوصفة في حد ذاتها. هكذا الفلفل تاعي قطعته دي كوب، زدت حكمت 2 حبات طوماطيش صغار قطعتهم دي كوب نفس الشيء، وزدتهم على هذاك الفلفل بهذه الطريقة. وزدت لهم انايا حبيبة تاع أبصل، زدت قطعتها تاني هكايا صغيرة. وزدت عندي بالنسبة باش تبلت هاد السلطة غير بملح
وشوية هاكا حوالي 2 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، وشوية تاع الخل، والسلطة تاعنا راهي حاضرة. هكذا ونقلّبوهم، يعني le temps هاذيك الجواز تاعنا راهو يبرد شوية يعني يدفى، بعد ما طفينا له، جينا حضّرنا السلاطة تاعنا والغدا تاعنا يكون واجد إن شاء الله. هكذا، وللتزيين أنا كنت حطيت 2 حبات بيض غليتهم، ما وريتلكمش يعني برك في الفيديو، كي كنت نطيب تفكرتهم حطيت البيض يغلي. هكذا وزينتهم بشوية بيض مغلي، ولا عندكم زيتون، شوية فرماج من الفوق، هاد الحاجة اختيارية. وهايليك السلاطة تاعنا حاضرة بهاد الألوان اللي تشهي، وترافق هاد الجواز تاع البطاطا جا سوا سوا يعني. نتمنى تحطوا لي لايك وتعليق شباب، وتجربوا الوصفة على طريقتي وتعطوني رايكم، واشتركوا في القناة لمزيد من الوصفات والتدابير.